ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في الدروس بتاعة تنعيم البشرة الاحترافية. معانا النهاردة الصورة دي هنشتغل عليها. عندنا زي ما قلنا ميك اب ريتاتش فيرجن 1، عندنا ميك اب ريتاتش فيرجن 3، عندنا ريتاتش برو. طبعا كل دول تبع حاجة واحدة، يعني يعتبر نفس الحاجات اللي هم بيقدموها يعني بالظبط. فمع تحديث كذا فيرجن ويعني تغيير شوية حاجات. تمام. فاحنا النهاردة هنشتغل على أول حاجة فيهم، الميك اب ريتاتش فيرجن 1. تمام. بس قبل ما نبدأ هنعمل لاير جديد من الصورة بتاعتنا، وهنبدأ نشيل الحاجات اللي في البشرة ديت بالشكل ده. هنختار الأداة دي معانا لو محدش عارف. تمام. لو لسه ناس مبتدئة مش عارفة احنا بنعمل ايه او دوسنا على ايه. تمام. ندوس كده واحدة واحدة لغاية لما نشيل كل الحاجات اللي معانا في البشرة ديت بالشكل دوت. تمام. موضوع سهل وبسيط. مش هياخد مننا وقت كبير. واحدة واحدة كده هنلاقي نفسنا خلصنا الصورة بتاعتنا بسرعة. تمام. إلى حد ما احنا كده يعتبر شلنا بنسبة كبيرة الحاجات اللي احنا شايفينها بعينينا. تمام. هنيجي نعمل دمج الاتنين لاير مع بعض، وهنفتح الريتاتش ميك اب معانا. ميك اب ريتاتش هندوسه هنا على السكين والتنعيم. هنختار مثلا على الصورة دي 10. كل واحد بيختار على حسب الصورة المناسبة معاه أو الصورة اللي هو شغال عليها. تمام. يعني الرقم ده مبيبقاش ثابت. فاحنا هنيجي هنا هندوس على اللاير ده، وهنيجي واحدة واحدة نبدأ ننعم. هنختار أداة التنعيم بتاعة الفوتوشوب معانا، نصغرها شوية. تمام بالشكل ده. هنبدأ نشتغل تنعيم عادي جدا كده. تمام. طبعا لازم تكون الصورة بتاعتنا الشرب فيها كويس او متصورة بكواليتي عالية عشان تطلع النتيجة بتاعتنا النهائية بشكل احترافي. تمام. طول ما كانت الصورة الكواليتي بتاعتها ضعيفة عمرها ما هتطلع معانا بشكل كويس. تمام. هنبدأ نشتغل واحدة واحدة كده، نمشي الماوس على البشرة بس، يعني من غير ما نعمل مثلا كده ولخبطة وكده. فهنمشي واحدة واحدة كده بالشكل ده مع مسام البشرة والتفاصيل اللي في الوش. تمام. نشتغل واحدة واحدة احنا مع بعضينا كده. تمام. عشان نطلع النتيجة بتاعتنا بشكل احترافي في الآخر. ممكن برضو نوقف الفيديو لغاية لما نخلص الخطوة ديت ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا التنعيم بالبراش بتاعتنا وكده. قبل ما نشتغل على الصورة بتاعتنا مش كانت بالشكل ده كده. بعد ما خلصنا تنعيم بالميك اب ريتاتش. تمام. طبعا ممكن مثلا نقلل الاوستي بتاع الصورة شوية كده، بحيث ان هي تبدأ المسام والتفاصيل بتاعت الصورة ما تبقاش مختفية معانا. تمام.
بعد ما نخلص هنعمل دمج الاتنين لاير مع بعض بالشكل دوت، وهنيجي هنا عندنا مثلا الحتة دي هنبدأ نشيلها بالشكل ده. عندنا الحتة دي هنبدأ نشيلها كده. تمام. يعتبر ان احنا يعني خلصنا التنعيم بتاع البشرة بتاعت الصورة. هنخش في خطوة الألوان. ممكن نخش على مثلا ريتاتش برو هنا، ونيجي عند color background، وهنعمل كده، اختار الشكل ده. ضاف لنا تون على الصورة للباك جراوند هنا اللون. تمام. حابين نغيره، هنفتح اللون نشتغل عليه كده بالشكل ده. تمام. احنا هنغمقها بالشكل ده. تمام. عشان يبقى الاهتمام كله العين، الاول مع العين تشوف الصورة هيبقى الاهتمام كله الوش. تمام. هنيجي نعمل لها دمج بالشكل ده، وهنبدأ نجيب الالوان بتاعتنا كده ونشتغل على الصورة بالشكل ده. تمام. دي درجات الالوان كلها بتاعة اللون الاحمر، الاسود هنا، هنا الاصفر كده، يعني تدرج الالوان. تمام. حسب كل لون. احنا هنا ده اللون الاصفر، هنعلي شوية، نعمل كده بحيث ان احنا نخلي لون البشرة ذهبي شوية. تمام. هنيجي عند اللون الابيض برضو، هنعمل كده، اعطيناه اللون الذهبي. هنقلل هنا شوية، نيجي هنا نقلل كده بالشكل ده، هنفتح البلاك شوية بالشكل ده. طبعا الصورة ما فيهاش الوان كتير، فاحنا كل اللي احنا بنعمله بنشتغل على البشرة مش اكتر. هنخلي الاحمر هنا كده بالشكل ده، هنا نعمل كده اليلو، البلاك هنفتحه حاجة بسيطة بالشكل ده. شايفين طبعا الفرق، ان احنا كده عملنا اللون البرونزي او اللون الجولد بتاع الميك اب. ممكن مثلا نعمل دمج للاتنين لاير مع بعض، ونخش في الكاميرا رو فلتر، نظبط الوان الصورة او الاضاءة بتاعت الصورة معانا. مثلا لو الاكسبوجر عالي هنقلله، مثلا هننقصه على حسب ما احنا الصورة اللي قدامنا اللي احنا شغالين عليها بالشكل ده. تمام. فاحنا نقلل هنا اكسبوجر حاجة بسيطة، الكونتراست هنقللها حاجة بسيطة، الهايلايت هنخليها -30، هنرفع الشادو شوية نخليها 12 مثلا، الوايت هنقللها هنخليها -38، البلاك هنزودها شوية، تكتشر كلاريتي بالشكل ده. تمام. ممكن لو الصورة بدأت تغمق معانا ان احنا نفتحها تاني عادي، مفيش اي مشكلة بالشكل ده. ممكن برضو من هنا في فلاتر كاميرا رو فلتر لو في اي حاجة هتليق على الصورة بتاعتنا. بس طبعا احنا اوريدي مخلصين الالوان بتاعتنا بتاعت الصورة. تمام. احنا هنيجي هنا الهايلايت هنفتحه شوية، اللايت
هنعليه هنا شوية، وهنيجي هنا عند الاكسبوجر نقلله شوية، حاجة بسيطة، هنخليها 20 بالشكل ده. تمام. دارك هنقللها شوية، لقيناها ان هي شكلها اوفر، هنعليها عادي، مفيش اي مشكلة. احنا نشتغل مع بعض واحدة واحدة. تمام. تمام. هنعلي الشرب بتاع الصورة حاجة بسيطة عشان ما يبقاش معانا اوفر. طبعا الوان الصورة احنا يعتبر خلصناها، مفيهاش اي حاجة احنا محتاجين نظبطها تاني. تمام. عشان لو رفعنا الالوان شوية هتبقى شكلها مش طبيعي، ولو قللناها هتبقى مش كويسة. تمام. هندوس اوكي، وهنيجي نبص للصورة بتاعتنا كده بالشكل اللي احنا وصلنا له. نقرب معانا كده شوية نشوف اللي احنا عملناه. تمام. ده كده الألوان بس. عايزين مثلا نزود شارب، هنيجي هنا هندوس على شارب وهندوس شارب. لقينا ان هو مثلا ضعيف، هندوس شارب تاني بالشكل ده. تمام. وهنعمل دمج للاتنين لاير مع بعض. هنيجي نشوف الصورة بتاعتنا قبل وبعد. ده هنا هنحدد اللي احنا وصلنا له كده عشان نبقى عارفين. وهنيجي قبل ما نشتغل على الصورة نبص عليها، وهنيجي نشوف بعد اللي احنا وصلنا له. تمام. كده قبل بالشكل ده، كده بالشكل ده بعد ما خلصنا الصورة بتاعتنا. تمام. دي كده الميك اب ريتاتش فيرجن 1. نستنى بقى باقي فيديوهات بتاعت باقي الاكستنشن بتاعت الفوتوشوب وطرق التنعيم المختلفة، واشوفكم في فيديو جاي. بس يا ريت ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. سلام.